دايما بيسألوا وانتوا كنتوا بتستعملوا المية السخنة في ايه، والداية في البيت بتولد لازما حلة المية السخنة والكلام دوت. هو احنا كنا بنستعملها لايه صحيح؟ تعرفوا بقى وتتصوروا ان احنا لا نزال بنستعمل المية السخنة في الولادة الطبيعية في المستشفيات في حالة معينة. في حالة لما يكون الطفل طبيعي يتولد براسه وهي اللي تنزل الأول، وساعتها الأنف بتاخد النفس الطبيعي من الجو الأكسجين العادي. لكن لو الطفل نازل مقلوب، نازل بالمقعدة الأول، ساعتها الجزء الأسفل ده بياخد درجة حرارة الجو، فالحرارة في الطفل بتنخفض فجأة. ساعتها الرئة بتتنبه انها لازم تاخد نفس، فما ينفعش ولسه مناخير الطفل وراسه جوه البطن انها تاخد نفس. ساعتها هياخد مية الحمل، مية البيبي اللي حواليه هيشربها، وده يعمل له مشكلة في الرئة. طب ايه اللي يخليني اوازن درجة حرارة الجزء الاسفل؟ ان انا اغطيه بفوطة سخنة. اروح جايبة فوطة بمية سخنة واحطها على ظهر البيبي واكمل سحب البيبي كده، سويت درجة حرارة السخونية اللي جوه بدرجة البيئة اللي بره، فما خليتش انف الطفل تاخد نفس من المية اللي جوه، فتتم ولادته طبيعي وما يحتاجش يقعد في حضانة بعدها. عرفتوا بقى السر ايه؟ زمان بقى كمان كانوا بيضيفوا عليه انهم بيحطوا فوط سخنة على منطقة العجان، المنطقة اللي بتولدي منها، بتطري المنطقة دي وبتخليها ريفرش الدورة الدموية اللي فيها، فبتسهل الولادة وتقلل الألم. وبيعقموا بيها كمان الآلات اللي بيستعملوها، ويحطوا فيها الآلات اللي فيها دم والكلام ده كله كتطهير وتعقيم، بحيث ما يحصلش تلوث ليها بما انها بتولد على سريرها في البيت. بس هي دي قصة المية السخنة.